قصتنا اليوم تبدأ بخيانة، كيف وليش؟ هلأ بنشوف. بتبلش قصتنا بوحدة طالعة مستعجلة من بيتها هي وبنتها لحتى تشوف زوجها، لأنه وصلتها رسالة إنه زوجك عم يخونك، فراحت ركبت السيارة وراحت لحتى تشوف هل مزبوط زوجها عم يخونها ولا لا. وفعلا بتوصل على مطعم زوجها وبتكتشف إنه قاعد مع وحدة وضعية مشبوهة يعني، فبتطلع مسرعة من المطعم وبتركب السيارة مستعجلة هي وبنتها وبتسوق مثل المجانين. ومعروف يعني شو بيصير هون، بتعمل حادث هي وبنتها، وللأسف الأم بتموت والبنت بتضل عايشة. وبعد كم سنة الزوج بتزوج عشيقته يلي خان مرته معه، والبنت لما شافت هذا الوضع ما ارتاحت، يعني ما عجبها هذا الوضع لأنه بسببهم هي إما ماتت، فلذلك بتترك البيت وبتعيش لحالها. والبنت بتكون ممثلة وعم تشتغل على مسلسل، والأب كتير غني بس هي ما كانت بحاجة أبوها، كانت عم تعتمد على حالها وعم تشتغل لحتى تنشهر ويصير معها مصاري وما تعتمد على أبوها بنوم. وبيوم من الأيام بيمرق عيد الأب، فبتتصل فيها رفيقتها بتقلها إنه مرت أبوك اتصلت فيني وقالت لي إنه جيبك معي لحتى نروح ونحتفل بعيد الأب مع بعض، لأنه أبوك كتير مشتاق لك وزعلان عليك إنه ما عم يقدر يشوفك وبده اياكي يعني. وفعلا بتقتنع وبتروح معه، ولما بتوصل على مطعم ابوها بتضلها واقفة على الباب عم تستنى لحتى مرت ابوها تطلع من المطعم، ما بدها تشوفها يعني. وفعلا بتطلع مرت الاب وبتفوت البنت، فمين بيكون بالمطعم موجود؟ بيكون في مخرج كبير قاعد على الطاولة ورفيق ابوها، كمان هذا رفيق ابوها بيشتغل بالمسلسلات وبده يعمل مسلسل كبير، وبيتفقوا البنت ورفيقتها والمخرج الكبير ورفيق ابوهم انه يعملوا مسلسل كبير. وفعلا بصيروا بيتعرفوا على بعض، والمخرج بيعجب برفيقتها وبصير بده يتعرف عليها وبيحكي معها يعني. وبنفس الوقت بيكون في كاتب كبير بيكون كمان معجب برفيقتها، فبتصير هي بتضحك على الاثنين، بتضحك على المخرج وبتضحك على الكاتب، يعني عم تحكي مع الاثنين بنفس الوقت. وبعد فترة ببلش تصوير هالمسلسل، بس بمين بتقوى العلاقة؟ بتقوى العلاقة بين الأب والبنت، يعني بترجع علاقتهم حلوة مثل قبل، بس هون مين اللي بيتضايق؟ مرت الأب. وبتصير مرت الأب تعمل المستحيل حتى توقع بيناتهم بين الأب وبنته. وفعلا خطر ببالها فكرة، وهي إنه تتصل برفيقها القديم. هي شو كانت تشتغل قبل ما تتزوج الأب؟ كانت إنه تطلع مع رجال مقابل انه يعطوها مصاري، فاتصلت بصديقها القديم وقالت له انا هيك حكايتي 1 2 3 وبدي منك تجيب لي اي ممسك على بنت زوجي. هلا هي البنت كتير محافظة، ما بتحكي مع شباب، ما بتعطي رقمها لحدا، ما بتطلع مع حدا. رفيقتها بتحكي مع شباب، بتطلع بتفوت، فبتقدر من خلال رفيقتها انك تاخذ رقمها وبدي منك تجيب لي اي ممسك عليها. وفعلا طلع مع رفيقتها وصار يحكي معها وياخذ ويعطي معها، وقدر ياخذ رقم البنت وصار يدق لها كل فترة ويزعجها ويحاول انه يشوفها، ما قدر يحكي معه ولا قدر يتواصل معه، فرجع لعند مرت الاب وقال لها يعني هاي البنت ما عم بقدر اخذ منها لا حق ولا باطل، فشو العمل؟ فقالت له حاول باي وسيله كانت من شان الله، لانه رح اخسر زوجي ما عاد نام بالبيت منوم. فقال لها تمام رح حاول باي وسيله بس بشرط واحد، واللي هو انه انا عندي زبون كتير كتير مهم بدي اياكي ترجعي تطلعي معه مثل قبل مقابل مصاري. ومين بيكون ورا هالقصه؟ زوجها. ليش؟ لانه شاكك فيها وبده يوقعها. والمخرج الكبير اللي كان عم يطلع مع رفيقته طلع ما له معجب برفيقته، هو طلع معجب فيها لهديك لبنت رفيقه، ففعلا بيروح بيطلب ايدها وبيتزوجها. هون مين بيتضايق؟ رفيقتها، انه تزوجت المخرج واصلا هي مشهوره ومعها مصاري، هلا رح تصير مشهوره اكثر ورح يصير معها مصاري اكثر، وهي المفروض اللي كان يعني تصير معها مصاري وتنشر اكثر. فشو بتصير بتعمل؟ بتصير بتعمل مشاكل بين الكاتب والمخرج لحتى توقع بيناتهم. بتصير بتضحك على الكاتب بتقول له انه انا صرت كتير منيحه وما عاد احكي مع شباب وما عاد اطلع مع شباب وانا عن جد بحبك ومعجبه فيك وبدي اياك، فالكاتب بيصدقها. بنفس الوقت شو بتكون عم تعمل؟ كمان عم تكون عم تضحك على المخرج انه انا بحبك وبدي اياك وما عم اقدر انساك، ومن هالحكي يعني لحتى يغلط مع المخرج. وبيوم من الايام بيكون في تصوير، مين بيكون موجود بهذا الموقع؟ بيكون المخرج والكاتب والبنت، البنت السائقة خلينا نقول، فكانوا مجتمعين كلياتهم. ولحسن الحظ انه بيكون في لقطة حميمية المفروض تصورها البنت، فالمخرج المفروض يعلمها انه هاي اللقطة الحميمية شلون لازم تكون، شلون لازم تصير، ففعلا بيقوم بيعلمها وبيخلص التصوير. بس يخلصوا تصوير بيطلعوا الكل، فبيضلوا هدول الاثنين المخرج والبنت يعني بصيروا بيحكوا مع بعض وبيتسايروا. بين هاي الاثناء بيجي اتصال للكاتب انه زوجة المخرج طلعت حامل، عم يحاولوا يتواصلوا مع المخرج بس ما عم يقدروا يوصلوا له، فقالوا له تمام انا بوصل له. فاتصل على رقم الخاص بالشغل يعني للمخرج وقال له انه زوجتك حامل. هون بهالاثناء يعني هو انبسط كتير اكيد ويعني فرح،
فبيقول لها للبنت اللي هو قاعد عم يحكي معه وعم يطق حنك معه انه خلص نحن لازم ننهي علاقتنا وما عاد خلص لازم نحكي، وانا اصلا مرتي صارت طلعت حامل يعني، وخلص انا بدي توب، صار عندي عيب يعني، فخلص يعني حلي عني هيك قال له. فالبنت جنت كتير وصارت تعيط وبدها تفضحه وبده تعمل يعني بدها تساوي بدها تعمل وبدها تهدد صارت. فهون بيقتلها المخرج، بيقتل البنت. وطبعا المخرج بفوت على السجن وهديك البنت ماتت. فمين بضل زوجته، وجابت ولد يعني خلفت الولد. بيجي لعند الكاتب بيقول له انا بدي اتزوجك لانه انا اصلا كنت بعرف بكل العلاقه اللي صارت، وانا اصلا صرت احط لهم هدول المقاطع الحميميه لحتى اتاكد انه البنت هي صادقه ولا لا. فطلعت انه عن جد كذابه. وبس بتكون خلصت قصتنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. باي باي.